مشاهدي القناة الفضائية المصرية في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من عرض أول على الهواء مباشرة. الاهتمام بالقضايا المطروحة على الساحة أمر هام جدا، وده اللي لفت انتباه ضيوفنا النهاردة، وعلشان كده كان مشروعهم هو عبارة عن برنامج بعنوان بين السطور، بيتكلم عن موضوع كان مطروح للنقاش لفترات طويلة، وهو موضوع تولي المرأة لمنصب قاضية. الحقيقة ما بين مؤيد وما بين معارض حاولوا ان هم يوروا لنا كل وجهات النظر، وده كان من خلال برنامج تناول فيه كل الوجهات النظر، سواء كان شخصيات عامة، سواء كان متخصصين في هذا المجال، أيضا رجال الدين، الشارع عموما بشكل عام. هنعرف أكتر منهم ونعرف ليه اختيار الموضوع ده بالذات مع برنامج اللي هم بيقدموه لنا النهارده وهو بين السطور. ومعايا ضيوفي النهارده وفاء محمد، أهلا بيكي يا وفاء. اهلا بحضرتك. ونوران محمود، أهلا بيكي يا نوران. اهلا بحضرتك. اختيار الموضوع تولي المرأة للقيادة، ان هي تبقى قاضية، دي اختيار موضوع زي كده كان ليه؟ اولا احنا بنفكر يعني ان احنا هنختار ايه الفكره اللي هنطرحها. كان في كذا قضيه، ولكن احنا اخترنا اكتر قضيه احنا ممكن نمارس فيها المهنه الاعلاميه بتاعتنا. يعني القضيه اللي نقدر في النهايه نوصل بيها ان احنا نعرف الجمهور ايه اخره القضيه دي، لان كان فيها نقاش كتير. يعني بالزبط. اوقات الجمهور لما بنشوف اي محتويات ساعات بيبقى تايه، ساعات بيبقى مش عارف في الاخر يعني حسم الموضوع وصل لايه. فاحنا اخترنا القضيه دي من ضمن قضايا كتير كانت مطروحه في الفتره دي. تمام. انت كنت مسؤوله عن ايه وفاء؟ انا كنت بعمل فويس اوفر والتقرير نفسه بتاعه، الموسيقى والصور بتاعت الفويس اوفر. نوران مذيعة. المذيعة، انت كنت دور المذيعة. كنت المذيعة. تمام. وانت حابه تبقي مذيعة عشان كده طبعا دور المذيعة. طبعا اكيد. طيب، اختيار موضوع زي كده كان محل نقاش لفتره طويله وكان مطروح الحقيقه، كنا بنتكلم فيه يعني فترات قبل كده كتير جدا، تولي المراه لمنصب هذا المنصب وهي تكون قاضيه. ده كمان يعني خلاكي تفكري في ان احنا سيدات، فالموضوع ان احنا لمسنا كمان، وده كان من ضمن الحاجات اللي انت يعني خليتك تبقي عايزه مقبله على المشروع ده. انا كان بصراحه يعني كان في الاول يعني من اسباب اللي احنا اخترنا القضيه برضو ان هي قضيه في اي وقت ممكن تطلع ترند. يعني هو حتى لو الموضوع اتقفل، لو جينا اتكلمنا عليها في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي برضو هتطلع ترند. صحيح. وبرضو النقاش هيفضل موجود، لان مفيش حاجه بتتحسم للاخر، وخصوصا في قضيه زي دي. انا يعني كنوران برضو كان عندي فضول، يعني انا الموضوع كنت واخداه اكتر كفضول. طب انا الشعب معترض ليه؟ يعني ليه اصلا في انقسام ما بين مؤيد ومعارض؟ عايزه اسمع الاراء من ناس علماء، من رجال دين، من اساسا ناس ليها علاقه بالراي العام. فكنت حابه انا كمان اخوض التجربه دي عشان برضو انا اشوف انا كنوران انا هروح لمين. وده اللي هنشوفه، ان برضو كان في سيدات مش عاجبهم الموضوع ومعارضين. فهل انا هكون معارضه ولا هكون مؤيده؟ وده اللي خلاكم تختاروا بقى الشكل اللي انتوا تقدموا فيه القضيه زي دي، شكل برنامج عشان يبقى مطروح ان انتوا تقولوا وجهات النظر الكتير ومن نوع جديد. مظبوط. وان احنا كمان نجيب زي ما عملنا في الفويس اوفر تقرير او حاجات عن المراه قديمه ما كانش حد عارف بيها، نقدر ان احنا نبرزها في حاجه زي دي. فاخترتوا شكل البرنامج وسميتوه بين السطور. هل انت حابه ان كان مثلا دي اكتر حاجه تتكلمي فيها، يعني غير مثلا ما نتكلم عن نجيب فيلم تسجيلي ونقول مثلا اشهر القاضيات من ساعه ظهور الاسلام وكانوا ايه لغايه وصلنا دلوقتي؟ شايفه ان طريقه ان احنا نقدمها كبرنامج هيبقى فعال اكتر، افكتيف اكتر للمشاهد؟ شايفاها ايه؟ كنت حابه ان احنا نعملها برنامج اكتر بصراحه، بما انه يعني داخل مجال دراستنا ان احنا كاعلام، كنت حابه ان هو يكون برنامج. ولكن انا حبيته برضو ان احنا نعرضه علشان هو البرنامج اساسا او الموضوع مثير للجدل. حبيته ان احنا نعمله بطريقه ما تثيرش جدل، ان المشاهد لما يشوف الموضوع او يسمع القضيه هو ما استفزش من اولها لغايه اخرها، لانه ما حسش ان احنا عملنا شيء هجومي، سواء كان في الموسيقى، سواء كان في الكلمات، سواء كان في اختيار الضيوف، حتى صحيح. طريقه الكلام ما حسش بده. موضوعين جدا، يعني انتوا جبتوا وجهات النظر الكل، يعني سواء معارض كان الموضوع عفوي اكتر، يعني الضيوف عفويين بيتكلموا فعلا الكلام اللي هو مؤمن بيه، عكس ما يكون مثلا حاجه انا هسجلها او هصورها، ممكن يكون موضوع مختلف شويه. صحيح. جبتوا ده من خلال وجهات نظر
ناس في نفس المجال، مستشاره اللي كانت موجوده، من خلال صحفي كان بالظبط. بيتكلم، من خلال ناس في الشارع عموما، سيدات رجال قلتوا رايهم ايه، من خلال راي الدين. انت كنت عايزاها تجمعي كل الاراء المجتمع ايا كان بكل فئاته عشان توصلي رساله ايه؟ هو اصلا البرنامج برضو يعني هرجع لسؤال حضرتك اللي قبل كده، اللي هو البرنامج موجه، احنا عملناه بالنهضه بالذات عشان يكون للمشاهد. يعني انا ما جبتش الضيوف وقعدتهم ان هم يتناقشوا مع بعض او معايا، لا انا جايباهم ان هم يتناقشوا مع المشاهد، هم بيوجهوا كلامهم ليه، وده كنا يعني مراعينه جدا في الاسئله اللي احنا اخترناها. وعشان كده اخترنا ناس يعتبر من كل الفئات او من كل المجالات. مستشاره في المجال ذات نفسه، مستشاره منال، وطبعا صحفي اللي هو يعتبر بيقول وجهه نظر شخصية الراي عامة، العام. صحيح. اوكي، واستاذه في علم الاجتماع وعضو مجلس المراه تقول لنا برضو ليه المجتمع معارض، ليه المجتمع، طب ليه اصلا الانقسام ده حصل، وليه بينظر للنظره دي للموضوع ده. وطبعا اخر حاجه حبينا نختم بيها راي الدين، هو الغالي اللي هو خلاص بقى اللي هو ما فيش حاجه اللي طبعا بتيجي بعديه. كله اللي صحيح. يحسم الامر. بالظبط، اللي اللي يحسم هو الأمر. كل الناس لما تشوف راي الدين، لا خلاص بدل الدين قال كده في الموضوع ده يبقى خلاص ما فيش كلام يتقال بعديه. وخصوصا ان هو استند بالظبط. بقى لايام الرسول، وده اللي انتوا بالظبط. قلتوه في التقرير. التقرير كان هايل، لان انتوا جبتوا لنا بقى معلومات من ايام ليلى بنت عبد الرسول. الله هي اول قضيه بالظبط. كانت ليلى بنت عبد الله في دي خلافة كانت عمر اول بن قضيه في الخطاب. الاسلام. تمام. المعلومات اللي انتوا كنتوا حابين توصلوها كمان من خلال التقرير كانت انه الموضوع اصلا ليه يثار عليه الجدل حاليا، لانه كان موجود خلافة عمر بن الخطاب، وكان موجود اول قضيه اللي هي تهاني الجبالي. فالموضوع اول اصلا قضيه مصريه طبعا. مظبوط، فهو ليه يثار من الاول، فكان الجمهور محتاج ان هو يعرف المعلومات دي، ويعرف ان الموضوع فعلا قائم بذاته، وانه مش محتاج ان حد يطلع تاني يفوض المرأة ان هي تكون قضيه. هنا بالفعل تفتكري صحيح، تفتكري يا نوران لما يحصل بلبله دي بيبقى غرضها ايه يعني؟ ترند. هي اي حاجه بقت في بلدنا الفتره دي لازم يتعمل عليها ترند. اللي هو لا، هات مثلا الموضوع ده ازاي اصلا وياما القضيه، اكتر الترندات اللي عندنا دلوقتي. يعني ازاي المرأة تكون قاضية. طب ارجع الاول للتاريخ، ارجع لقبل كده وشوف اصلا يعني كان فيه ولا لا. لو هي حاجة اول مرة تحصل في التاريخ اوكي ساعتها اقول ازاي، انما هي مثلا مش اول مرة حاجة تحصل. صحيح. فالمشكلة ان احنا ما بنرجعش للي قبل كده، احنا خلاص لازم حاجة تطلع ترند، حد كتب حاجة فكله بقى بيمشي وراه في نفس النظام يعني. لقيتوا اللي كان ضد تولي المرأة لمنصب تبقى قاضية كان ايه يعني؟ دي من الحاجات نبع اللي من اصلا اتفاجئنا بيها جدا في الكواليس، انه كان عدد السيدات اصلا اللي رافضه الفكره اكتر من الرجال كتير. اساسا، بس كتير. مش تقليلا للمراه، هم شايفين ان هو حمل على المراه، انه المراه تتولى منصب زي ده هو بالطبع ليه مسؤولياته وليه صعوباته، فان المراه يعني ممكن تمارس حياتها في حاجات تانية اقل من ده شويه. العاطفة يعني صحيح، ان هي عاطفيه. العاطفة وان يعني القضاء عايز حكم مش العاطفة والبيت والاولاد، وبتبقى احن على البيت وبتبقى احن على الاولاد. يعني برضو يعني النساء ما جم قالوا العاطفة احنا عندنا كبيرة، هم عارفين احنا عندنا كسيدات العاطفه كبيره. فلا هي ما ينفعش ان هي تتولى منصب قاضي، ده كان من بس وجهه على نظري. الصعيد الاخر كان في برضو ناس شايفه ان هي اكتر واحده هتكون يعني حاسه بقضايا مثلا الاحوال الشخصيه، اللي لو في سيده زيها برضو مقدمه هتبقى حاسه بيها اكتر واحده هتكون حاسه بده. فكل موضوع ليه جوانبه يعني السلبيه والايجابيه. عجبني كمان لما انتوا يعني اشرتوا ان المراه كمان في مناصب تانية بتبقى يعني اخذت وضعها قياديه، زي مثلا قياده الطائرات، يعني هي مسؤوله عن ارواح، ودي كمان من ضمن الحاجات اللي يعني قويه جدا، عايزه برضو امكانيات معينه عند المراه، وهي فعلا بالفعل قدرت توصل لهذا المكان، وفعلا في عندنا يعني سيدات كتير بيقودوا طائرات يعني. طيب نطلع كده نوري بقى مشاهدينا جزء من برنامج بين السطور، ونرجع نستكمل. خليكم معانا. المشاكل الأسرية اللي في البيوت المصرية علشان الست بدأت تساوي نفسها بالراجل. عاطفة المرأة ما بتخليهاش تهرب من المشكلة، هي بتأثر على حكمها على الأشياء. القضاء حكم مش تصرف. المرأة ما تطلعش تشتغل، مش من حقها انها تشتغل. المرأة ما تدرس، ما تكملش دراستها. الله تعالى خلق المرأة لها تكوين فسيولوجي معين قد يظلم المرأة إذا حملت بأعباء فوق طاقتها كإنسان. ما
تطور الحياة وانتشار الوعي وارتقاء الفكر بدأ المجتمع انه يعترف بحقوق المرأة ويديها صلاحيات في مجالات كتير. بالرغم من ده المرأة لسه بتواجه صعوبات في تولي بعض المناصب. على سبيل المثال منصب القاضية، هناك من كان مؤيد ومن كان معارض لتولي المرأة له، وده الموضوع اللي هنناقشه في حلقتنا النهاردة من برنامج بين السطور. على مر العصور استطاعت المرأة أن تقتحم كل مجالات الحياة وأن تكسر كل الحواجز التي تعيق مسيرتها في الوصول إلى بعض المناصب، فهي لم تخلق بنقص يمنعها من ذلك، بل أعطاها الله من الفضل ما يميزها في كثير من المجالات. فلم يفرق الإسلام في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، وأيضا لم تمنعها القوانين والتشريعات الدستورية من الحصول على حقوقها. فها هي حواء تعتلي منصات القضاء ويقرر لها ذلك وتجيز دار الإفتاء. والجدير بالذكر أن أول قاضية في الإسلام هي ليلى بنت عبد الله، وأول قاضية مصرية هي المستشارة تهاني الجبالي. وأثبتت المرأة أنها قادرة على التقدم في مجالات الحياة إلى جانب نصفها الآخر، لتتوالى نجاحاتها في شتى المجالات. فهل ستكتفي بذلك وما وصلت إليه، أم سيكون ذلك دافعا لها لنجاحات جديدة تضاف إلى سجلها؟ ورجعنا لكم تاني مع ضيوفي وفاء ونوران. يعني استعرضتوا كده حتى المرأة قادرة ان هي كمان في العاب اللي فيها عايزة قوة شوية وملاكمات وحاجات كده. ففعلا المرأة ممكن مادام هي يعني مفيش حد ما نقدرش نقول ان ده يقدر يعمل حاجة، او هي في حاجات هي ممكن تقدر تعملها وهي قادرة على ذلك، بتختلف من امرأة لأخرى، وده المهم ان احنا نبقى واثقين في كده. عايزة اعرف بقى الاسلوب بقى، التكنيك بقى اللي انتوا عملتوا فيه. عايزه اعرف التصوير. اولا الانترو بتاع البرنامج جميل جدا، ان انتوا عملتوا لنا كده الاول بايتس كده حاله من الجدل. بالظبط، حاله من الجدل. راي الدين ايه؟ اختيار البدايه دي وكانت بدايه حلوه قوي. انتوا اللي اخترتوا تعملوا كده؟ قولي لي. يعني هو احنا كفريق عمل كنا على طول في اجتماعات اسبوعيه على مدار شهر يعني او شهرين، على بقى يعني لو اتكلمنا في التجهيزات كنا نعتبر ده اول شهر بدأنا فيه مثلا من شهر 3 ما بين اختيار القضية لان احنا نقعد بقى نعمل اعداد، نجيب تنسيق الضيوف، فكل ده احنا كنا قاعدين بنعمله. التصوير طبعا يعني كان بالنسبه لنا اختيار نقطه الضيوف مهمة. قبل التصوير بقى. يعني انتوا على طول مثلا اخترتوا تصوروا مع مين، وهل ردوا بسرعه؟ قولي لي المرحله دي كانت مهمه. الموضوع كان صعب برضه، يعني احنا طبعا كنا بنقعد نتناقش مع الدكتور بتاعنا دكتور هشام عبد العزيز اللي كان مسؤول عن المشروع بتاعنا، كنا بنقعد نتناقش في كل حاجه، كان كل واحد ليه راي، لكن يعني احسن حاجه في الدكتور ان هو كان بياخد من كله، ما يبينش مين وجهه نظر صح، بس يجمع حاجه في الاخر تناسبنا كلنا. فده كان مهم بالنسبه لنا يعني، وهو برضو ساعدنا كتير يعني، انا بشكره طبعا، بوجه له الشكر. فاختيار الضيوف كان صعب، كلمنا ناس ما رضيتش، ناس مش فاضيه يعني. التصوير بس اخد مننا تقريبا اسبوعين ونص. انا كصورت مقدمه وخاتمه في يوم واحد يعني على طول في ساعتين، انما الضيوف كل واحد لا انا الاسبوع ده تمام، الاسبوع اللي بعده لا، نروح لهم مكانهم هم اللي يجولنا. كان في مجهود لان انتوا حتى كنتوا واخدين بالكم الديكور اللي موجود، بالظبط كنا بنغير، بتروحوا للناس في اماكنهم، فده مهم جدا. رحتوا لمين في مكانه؟ كنتوا مهتمين جدا بالتفاصيل، الديكور كان عامل ازاي؟ مظبوط. زي ايه كده؟ المستشاره هي منال المحلاوي، دي احنا رحنا لها لغايه البيت. كمان اختيارنا للمستشاره دي لان هي اكتر واحده، احنا بنتكلم على القضيه عموما، فكانت اكتر مثال هو كان ممكن يحكي لنا برضو تجربه المراه في القضيه دي. بالنسبه للصحفي وبالنسبه للشيخ محمد ربيع، دول احنا صورنا معاهم في استوديو. الديكور كانت ميار خالد صاحبتنا هي اللي عملته معانا. كمان استاذه علم النفس والاجتماع اللي كانت معانا برضو، كلهم احنا جبناهم في الاستوديو وعملنا معاهم الانترفيو ده. طبعا الحوارات كان تغيير بقى في الديكورات، لكن المستشاره هي بس اللي احنا رحنا لها البيت. بالظبط. في مرحله التصوير كانت ايه اصعب حاجه فيها؟ لان انا شايفه ان انت عامله المقدمه كانت لايف، يعني ما كانش وراكي كروما او كده. لا ما احنا عيدنا التصوير
لان انا في الاول صورت في استوديو الجامعه عندنا عادي جدا، وقلنا خلاص كروما وهنغير وهنحط احنا مثلا خلفيه ورا. الموضوع طلع يعني شويه مصطنع جدا، فحبينا ان الموضوع ما يكونش كده، حبينا ان احنا نشوف خلفيه تنفع للموضوع اللي احنا كمان بنتكلم فيه، ما تكونش خلفيه ما تنفعش. فشفنا يعني انسب حاجه برج القاهره، طبعا منظر بديع جدا لاي حد يكون يشد العين زي ما احنا بنقول. فالحمد لله يعني لقينا استوديو، جهزنا المعدات، وزي ما وفاء قالت الضيوف كانوا بيجوا طبعا بمواعيد مختلفه، كل ده كان بيجيب مجهود وكان بيجيب تكلفه، وكنا بنغير بقى الديكور ورا الضيوف بحيث ان المشاهد ما يقعدش يتفرج يحس ان هو كانه في نفس المكان. واحد. انتوا عملتوا لنا فرايتي، يعني انا مش حاسه ان انا زهقت وانا بتفرج. دي حاجه كويسه. وفعلا كمان نوعنا في وجهات نظر اللقطات كتير علشان بالظبط. عين المشاهد برضه. يعني حاجه استفدناها برضه من الكليه، حاولنا ان احنا نطبقها لقطه قريبه لقطه بعيده وعلى نفس الضيف، بس يعني يكون الموضوع فيه شويه تنوع في اللقطات. يعني اللقطه تبقى اقرب، يعني مره تبقى بعيده، مره كلوز اب، ميديم كلوز، العين نفسها عشان كمان تعبير الوش يعني كمان تشد المشاهد اللي بيتفرج، يكون ماشي كده مع الاحداث وهو بيتفرج. في مرحله بقى المونتاج بعد ما خلصوا التصوير، كانت ايه اصعب حاجه فيها؟ قولي لي كده. الحوارات كانت كبيره ودسمه بصراحه، كنا عايزين ناخد منها كل الكلام اللي اتقال حقيقي، بس كنا على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نقطع منها الكلام، بحيث ان حتى بعد ما قطعنا منه بروجكت برضو كان طويل، كان 10 دقايق او 11 دقيقه مظبوط. فاحنا كنا فعلا حابين الناس مع ان كلام كتير ودسم، بس برضو مش عايزينهم ان هم يملوا. حاولنا ان احنا نضغط قد ما نقدر علشان نطلعه يعني بس جميل بالجوده دي. ومين كاتب الناريشن اللي كان بيتقال؟ انا الناريشن وفاء. الكتابه او انا المعلومات اللي فيها بقى طبعا انت عملتي انا سيرش كتير قوي على النت، حاولت برضو ان انا المعلومات ما تكونش كتيره ودسمه وما تكونش طويله، وهو اصلا حتى الفي او عمل دقيقه او 13 ثانيه او حاجه. وحاولت برضو في الموسيقى في الكلام في كل حاجه ما يكونش هجومي او دفاعي، ما يكونش بالعكس، تكون طريقته سلسه اكتر، انه اللي يسمعه يكون حابب ان هو يسمعه، مش بيجيله نفور من الموضوع. كمان على وجهة النظر التانية، يعني مش بس المهن اللي هي محتاجة فيها على دراية مثلا بعلم معين او امكانيات عقلية معينة، انا بشوف في مهن كمان احنا حاطينها في صورة الراجل هو بس اللي بيعملها، بلاقي سيدات بتعملها، مثلا تغيير كاوتش العربيات التريلات الكبيره دي، انا صورت مع واحده فعلا كده بتغير دي عايزه سواقين الميكروباص مثلا بالظبط. انا شفتها على الطبيعه في سيدات فعلا قادرين على ذلك، وبيغيروا يعني العجله الكبيره التريلات الضخمه دي هم بيغيروا. فدي كمان عايزه اقول ان المراه ممكن تقدر، هي بتختلف من المراه الاخرى، بالظبط، هي مالهاش دعوه بالنوع. وده انتوا متهيألي هو ده الرساله اللي انتوا عايزين تقولوها بالظبط. يعني هو ده اللي احنا كنا عايزين نقوله، اللي هو يعني المعارض كنا عايزين برضو نعرف، طب انت معارض ليه؟ يعني حضرتك معارض عشان هي فعلا انثى، ولا على طبيعه الانثى، ولا علشان ايه؟ لكن احنا لما جينا وخلاص زي ما قلت لحضرتك في الاول ان هو كان بالنسبه لي انا تحدي، شفت لا ان هي بترجع للشخصيه. هي ممكن المراه ما تكونش عاطفيه، ممكن تعرف دلوقتي تحكم ما بين قلبها وما بين عقلها، فتعرف يعني تحتاج الاثنين. في برضو يعني جزء اسمه رحمه القانون، فساعات يعني لازم تستخدمه. في رجاله ما بتعرفش تستخدمه، تستخدم رحمه القانون مع المتهمين، ما بيعرفوش ينظروا بالنظره اللي هي اللي ممكن فعلا تكون السيده او الانثى عندها. فدي ممكن اصلا تميز يعني ممكن السيده عن الراجل في النقطه دي في القضاء. زي برضو ما الشيخ محمد ربيع برضو معانا في المشروع قال، هو المعيار اللي بيفصل في النقطة دي هي الكفاءة. دي كانت برضو من ضمن رسالتنا، انه البند مفتوح، انه القضية يعني ما فيش مشكلة ان الست تتولى منصب القضاء، ولكن هو المعيار الاساسي هو الكفاءة، سواء العلمية بدنية كل الجوانب. والكفاءة دي بتختلف من رجل لأنثى، يعني هو مختلف من كرجالة، بتختلف من راجل لآخر، وكمان كسيدات. فاللي يستطيع يقدر يقود يعني مش كل السيدات تقدر تبقى قاضيات، يعني المعيار هو الكفاءة بالظبط كده. شايفة ان دي قد تكون نظرة شرقية بحتة برضو، حتة ان المرأة لا ما تبقاش قاضية، دي نظرة شرقية عندنا احنا اكتر؟ كنت ممكن متخيلها كده في الاول، لكن انا اكتشفت لا ان هي شرقيه وغربيه. يعني
احنا برضو عندنا نظرة مختلفة ان الغرب احسن مننا شوية في الفكر. لا، هم عندهم نفس الفكر بتاعنا، ان ممكن بالنسبة لهم المرأة ما ينفعش تمسك مناصب كبيرة. يعني عندهم برضو جزء من المجتمع كده، يعني ده انا خرجت وشفته. لا، في ناس بالنسبة لهم المرأة اصلا ما ينفعش تخرج من البيت، انت البيت وبس. فلا يعني سواء شرق او غرب بس في يعني نفس بنشوف ده ترندات غريبه دلوقتي كل حاجة موجودة دلوقتي. حاجات كتيره. كان ايه الكومنتات بقى بعد ما خلصتوا؟ يعني كان عايزين تزودوا راي حد تاني، كان ايه الكومنتات بتاعتكم؟ هو كآراء اللجنة كانت معجبة جدا بالآراء، ان انتوا جمعتوا كل الآراء. كان في بعض طبعا التعليق عن مثلا حاجة في المونتاج، حاجة في الإخراج، حاجة في التقديم مثلا تخصني. يعني مثلا ساعتها حد من أعضاء اللجنة تقريبا أستاذة منى الحسيني لو أنا فاكرة، قالت للمخرج بتاعنا، قالت له انت ليه كنت مخلي المذيعة وشها فلات؟ يعني مفيش أي تعبير في الوش وانا بقدم. انا كنت عامله، وهو فعلا اللي قال لي كده. تمام. فهو ساعتها رد عليها قال لها عشان انا مش عايزها ان هي تكون بتوجه رايها في حاجه معينه للمشاهد، والمشاهد ياخد باله. بالتوفيق دايما، يعني المشروع حلو والبرنامج جميل بين السطور ان شاء الله بقى تعملوه على الحقيقه بقى، خلاص اتخرجتوا كده تعملوه على الحقيقه بقى. بشكر طبعا ضيوفي وفاء محمد، شكرا ليكي وفاء، ونوران شكرا لحضرتك شكرا جدا. ليكي نوران. شكرا لحضرتك جدا. يعني الحقيقه موضوع مثار للجدل ما بين مؤيد وما بين معارض، لكن رأي الدين فصل القضيه كلها ان طالما اي حد قادر بدنيا وصحيا وعنده امكانات عقليه ومعلومات تؤهله لذلك، يقدر يقوم بهذا المنصب، منصب قاضيه. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي مع تجربه جديده وبرنامجكم عرض اول.